بما إني درست 16 نوع كيمياء على مدار دراستي الجامعية، أحب أقول لكم على أهم حاجة في معادلة النصيب الكيميائية: الواسطة، المعارف، موفقي راسين في الحلال، أو بمعنى كيميائي معملي بحت العامل المساعد، اللي بيقرب ده لدي واللي بتقرب دي لده. من غير العامل المساعد لا يتم التفاعل على خير أبداً. العامل المساعد هو اللي بالبلدي كده يتمم المعادلة. شوف سبحان الله. الله، ما شاء الله ما شاء الله، العيادة مليانة على الآخر. الحمد لله. لحسن ماما قالت لي حتى لو بيدخل له 50 جنيه بس في اليوم كانت برضه هتجوزنا وتصرف علينا احنا الاتنين. أصيلة ماما، أصيلة. كانت هتضحي بالأم والجنين عشان أنا والدكتور نعيش. ايوه يا هانم، اي خدمه. في ميعاد مع الدكتور. باسم مين يا فندم؟ الدكتورة علا لا الدكتورة علا ومدام سهير. طب اتفضلوا اتفضلوا. لا ما يصحش، الأول الناس تدخل في كشوفاتها وبعدين إحنا بقى ناخد كله من تمن الشبكة حضرتك. اتفضلوا احنا ما ورناش حاجه. يا سلام، ده ايه الطيبة دي، الناس الطيبة دي. والله العظيم لولا ان هم اللي هياكلونا كل شهر كان زماني دعيت لهم بالشفا. اتفضلوا. يا رسي، ناس طيبة قوي، ربنا يخليكوا لينا. اتفضلي. ايه كم الشهادات دي؟ لحق ياخد الكلام ده امتى؟ ما علينا ما علينا. ماما، طالما احنا اللي على الشط التاني المره دي يبقى لازم بقى نتشرط شويه. مش هينفع بقى كل مره كده. انا عايزاه ابيض وملفوف ويقدس الحياه الزوجيه وشعره اخضر وعينيه صفر بصي انا جايبه ايه؟ بصي انا جايبه ايه معايا؟ ترى ثمار الدوم. اصل انا فكرت في شويه لوز على بندق وكده، لقيت الموضوع حريمي قوي. ده احلى اختبار لسنان العريس، سمعت كده. وبعدين ليه اوبشن تاني، يعني ممكن لو العريس كويس خلاص كان بيها ناكل الثمره بقى وكده، لو مش كويس هبطحه بيها على دماغه. انا مش ملطشه بقى. مساء الخير. انتوا نورتوا العياده النهارده. ازي حضرتك يا فندم؟ كويس حبيبي أهلا وسهلا. حفيظ فوقي فوقي فوقي. اولا نشرب ايه؟ هو مفيش جاتوه ولا ده مكتوب على اهل العروسه بس؟ يا تفصى يا بتعنية يا بنتي، ده اللي بتفكري فيه قولي لي ايه رأيك؟ ثانيا بقى انا مصدومه. ليه يا اختي؟ حلو قوي يا ماما، ده حلو قوي وانا ماليش في النوع ده خالص. ده نوع خرع. وبعدين يعني افرضي كده اتجوزنا ابقى جنبه في الكوشه والناس بتتريق عليا وبتقول ده احلى منها، اتجوزته ليه؟ ده بعين خضرة وغمازات. صدقي انا تعبت يا بنتي. انت لا الحلوين نافعين معاكي ولا الوحشين. افصل لك راجل يعني؟ لا خلاص خلاص خلاص، حلو يعني. هو ذنبه يعني انه فاضل له فولتين وينور؟ هينور يا بنت فوقي يا بنت. انتوا نورتونا وانستونا وشرفتونا كل التونه اللي في الدنيا. الله، احنا واضح ان احنا زهقنا كل الزباين لغايه اما روحوا. في 60 داهيه الزباين. هيجوا تاني، هيروحوا فين؟ هيجوا ازاي بس يا دكتور؟ بس حضرتك ما تعرفيش، ما بيستريحوش غير معايا انا وما بيطمنوش غير معايا انا وما بيحبوش حد غيري انا. يلا يا ماما بسلم على الراجل يا ماما. بقى 3 ساعات. عيب. باي باي. يلا حبيبتي راجلك بقى يلا. علا، يا لهوي على ذوقي، انا نسيت اسلم. مع السلامه.
اوعي تعملي كده تاني. مع السلامة. هتوحشيني. مع السلامة. مع السلامة. أنا نسيت أسلم. الحمد لله. مع السلامة. باي باي. وفاكرة الطقم العروس كان فظيع ايه ده؟ هو في ايه؟ مش بعادة الانبساط ده كله، انا بتشائم. اسكتي يا تيتا، حتة عريس يا تيتا، حتة عريس؟ وده في انهي كيس في دول؟ ولا جبتوه من بيتك؟ لا 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 لا، دي شوية حاجات جديدة ماما جايباها لي عشان المنعطف التاريخي الجديد اللي في حياتي. أصل كل ما ندخل محل تقعد تقول له لا أنا قولي أحسن ما عندك وحاجة تليق بخطيب الدكتور. دكتور ايه وعيادة ايه؟ ما تفهمينا يا سهير. لا عادي يا بيدو، عيادة ودكتور عريس يعني. عيادة نسا، بتوع النسا دول بيبقوا قد كده. لا يا بيدو لا، مخ وأعصاب. كويس برضو، مش بطال. عيادة وهي عيادة، هو دكتور، هي عينين ملونة، هو شعر أصفر، والغمازات لا 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 الغمازات يا تيتا ايه. يا سلام عليا، يا سلام على بنتك وهي قاعدة جنبه في الكوشة كده وبص على أصحابي بيتقطعوا هيطقوا من جنابهم إن شاء الله. ايوه بس ده ما يمنعش ان احنا نسأل على اصله وفصله. وماله يا بيدو، هو جاي لك ان شاء الله يوم التلات، اساله زي ما انت عاوز. دلوقتي عن اذنكم انتوا الاتنين، عندي تليفونات كتيره عايزه اعملها لكل ستات العيله عشان اغيظهم. ارد على ماما وارجع لك على طول. ها راجعه لك، ما حكيتلكيش على كل حاجه. اي يا ماما، اي يا حبيبتي. ماله؟ مين ده اللي متجوز؟ انت بتقولي ايه يا ماما؟ لا اكيد، لا طبعا اكيد مش متجوز. ازاي يا ماما؟ اكيد بابا هو اللي مستقصده ومش عايزنا نتجوزه عشان كده بيروج عليه الاشاعات الكلبه دي. لا يا بابا. طب انا هقابلك هناك، هقابلك هناك. ايوه يا ماما، ايوه. انت متاكده ان بابا مش بيطفشه؟ يعني سأل عليه بجد؟ قالوا له ايه طيب؟ متجوز ومخلف؟ لا يا ماما، لا لا يا ماما، ما صدقش ان عموره ممكن يخدعني. ده انا طول الساعة وربع اللي انا عرفته فيهم يا ماما انا ما شفتش من عموره حاجة وحشة. لا لا لا، انا لا يمكن اصدق ان عموره ممكن يخدعني. لا ماما، طب بصي انا داخله له، يلا هطمنك كمان شوية. يلا. ايه ده العيادة قلبت ستات كلها كده ليه؟ ايه يا عمورة؟ قلبتها نسا وتوليد ولا ايه؟ ده مرجي ده مش بتاع المرة اللي فاتت. جايز بقى فترة صباحية وفترة مسائية، تبقيش شكاكة يا علا. كده يا ست هانم تحت امرك. لو سمحت عايزة ادخل للدكتورة عمرو بسرعة. 80 جنيه وتيجي الاسبوع الجاي. لا 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 لا، انت فاهم غلط خالص. لا احنا عيلة. قول له بس الدكتورة علا هو هيدخلني على طول. يلا ادخلي على طول. يعني ايه هي بالعافيه؟ خلاص يا ستي، خلاص. في ايه؟ امال لو ما كنتيش عيانه كنت عملتي ايه؟ وانا اللي كنت خلاص نويت ادعي لكم بالشفا. خلاص يا ستي. يا ست خلصينا بقى ورانا شغل. ماشي، ادفع كشف، ادفع. دفع مستعجل؟ دلوقتي حالا. 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ ليه يا عموره كده ليه؟ ماشي خلاص، ما نشوف. هخلصهم منك في الشبكه يا عموره. ادي 100، ادي 2 وادي 3. اتفضل. اتفضلي. اتفضلي. شكرا. مساء الخير. مساء النور. حضرتك بتشتكي من ايه؟ لا انا مش جايه اكشف. امال مشرفاني ليه؟ الله، ده ايه البجاحه دي؟ في ايه؟ وقاعد على كرسي كده، في ايه؟
على فكره احنا مش هنتسامر مع بعض. الله، في امور عائليه يا سيدي. عائليه ازاي يعني؟ مش فاهم. عائليه افهمها. وبعدين احنا بنتكلم مع بعض ليه؟ ما تقوم هات لي الدكتور. ما هو انا الدكتور. هات لي الدكتور عمرو لو سمحت. معلش حضرتك، ما اعرفش ان حضرتك دكتور، بس انا عايزه الدكتور عمرو. يا هانم انا الدكتور عمرو. دكتور عمرو ازاي؟ تشابه اسماء. معلش يا دكتور. الدكتور عمرو عبد العليم. ما هو انا الدكتور عمرو عبد العليم. ازاي ده؟ لا ده عموره. لا عموره صغير وعينيه خضراء وعنده عنده غمازات مش كده؟ ايوه. ما تقوليش قلبي، ما تقوليش انه تمرجي عند حضرتك، ما تقوليش يا دكتور، ما تقوليش انه تلميذه بيتدرب عندك. ثانية واحدة، اوعي تتحركي من مكانك. هو راح فين؟ هيجيب لي بوليس؟ اتفضل اتفضل. هو ده اهو ده عموره. علا وحشتيني. وحشتيني ايه؟ انت بتعمل ايه تاني؟ ايه ده هتعمل فيه كده ليه؟ هو انت خاطفه ولا ايه؟ خطفه ايه؟ ده انا عايز احرقه، ده عايز اولع فيه بجاز. عملت لك ايه؟ ايه يا بابا بقى في ايه؟ اخرس خالص. الله، عمرو، هو بابا جه بالسلامه من الامارات؟ يا ستي قلت لك انا عمرو. لا معلش بقى حضرتك، عشان انا ما بقتش فاهمه حاجه. شوف حضرتك، انا اسمي علا، حضرتك اسمك ايه؟ انا عمرو. حضرتك الدكتور عمرو؟ ايوه. امال ده مين؟ ابنك؟ حماده ده مش ابني، ده هم تقيل عمل الاسود في دنيتي. حماده؟ هو انت اسمك حماده؟ عادي، انت مكسوف من اسمك ليه؟ الله، ده في ناس كتيرة قوي عايشة بالاسم ده عادي جدا، ما تأثروش. بعدين انت يا حماده دكتور وعندك عيادة قد الدنيا، مش المفروض يعني انك تتأثر بالحاجات دي خالص. دكتور، عياده، يا ريت. خدي عندك، البي ما جابش مجموعه في الثانويه العامه. ايوه، خليته يعيد برضه ما جابش. دخلته تعليم خاص، قعد 6 سنين وما اتخرجش. حول تجاره وبقاله فيها 5 سنين ولسه في سنه تانيه. وعشان يكمل عليا وعلى امه، عمل تسليته الوحيده في حياته اللعب ببنات الناس، وخصوصا الدكاتره اللي زيك، يوهمهم ويدخل عليهم نفس الدخله. انا العياده بتاعتي اهي، اتفضلوا، والعربيه كمان. وعلى فكره بابا وماما في الامارات. شفتي الجواب ده؟ بابا وماما باعتين بيقولوا على بركه الله. ويدخل ويخرج ويتفسح ويتعزم، ولما ينكشف او يزهق او يتاكل الطريحه اللي هي، والناس تيجي هنا في العياده عشان تبهدلني بسببه. وبعد شهرين يرجع تاني يعيد نفس الكرة. والعيانين اللي كانوا هنا دول، اللي انا شفتهم وقالوا لي اتفضلي وكده، والتمرجي اللي دخلنا. العيانين اللي كانوا بره يبقوا اصحابه، واللي كان عامل نفسه تمرجي اخوه الصغير. ما هو بسم الله ما شاء الله، العيلة كلها عهاد. كل يوم والتاني بيجي لي 5 6 زي سعادتك. أنا خلاص تعبت. 5 6 سليمان ما شاء الله، سليمان ما شاء الله. لولو، روح لولو. اوعي تكوني زعلتي، ده انا بهزر معاكي. ازعل ليه؟ انا ازعل ليه خالص؟ لا انا خدت على الحاجات دي خلاص. لا عادي جدا، عادي جدا يا حماده. تعالى بقى معايا بره يا حماده، عشان انا عينه لك كده حاجه هتبقى مفاجاه هتعجبك. اخر 3 حاجات. والله واو. اتفضل معايا. يلا بينا. انا مش زعلانه خالص قدامي اطلاقا، مش زعلانه اطلاقا. تعالى. الله يا حماده بقى، خليك كده راجل. تعال يا بنات. مين فيكم بقى يا بنات مواعيدها الدكتور عمرو بالجواز؟ قصدي حماده. انا يا ماما، انا. ثانيه واحده، كل واحده فيكم هتاخد وقتها وهتاخد فرصتها بالكامل. بس معلش انا الاول استاذنكم، انا ما بقى في طيار هناك بيخطب. ثانيه واحده، عندي عذري والله. ثانية واحدة، ده أنا في مفاجأة فظيعة. ايه ده يا لولو؟ انت عرفتي ازاي ان انا بحب الدوم؟ يا اخواتي، ده أنت مش هتحب الدوم بغمازاتك دي، ده أنت هتعشق الدوم، ده أنت هتموت في الدوم.
عشان يعرفوا بنات الناس مش بلاي ستيشن. معلش يا حبيبتي معلش. بكره يجيلك سيدو. ما تزعليش والنبي يا نهى ما تزعليش. هم بيكلموها كده ليه؟ انا اولى دلوقتي بالطبطبه دي. بيفشكل الخطوبة كلها علشان عندي 28 سنة و3 أشهر. ده ما كان يقول من الأول إنه عاوز 28 سنة وشهرين. إلهي يقطعك يا بعيدة، حتى الطبطبة واقفة لي فيها. معلش أعمل بأصلي برضه. معلش يا حبيبتي ولا تزعلي نفسك، ده ربنا ابو الكرم كله. بكره نصيبك يجيلك لغايه عندك ومحدش يستاهله غيرك انت. إمتى بس؟ ده أنا خللت. قريب قوي. طب ايه رايك انا عندي ليكي حته عريس من طرف ام هبه بتاعت الفراخ، دكتور قد الدنيا. دكتور وحياة مرسي. ان شاء الله عدمك يا مرسي. صحيح يا حبيبتي، وعنده عياده خاصه كبيره وبغمستين فلالي. طب اقول لها يا جماعه ولا ما اقول لها؟ انا رايي ما اقول لهاش. اصل هي هتقولي بتتصنطي وغيرانه مني وحطاني في دماغك طول الوقت، وهتقل عليا ادبها وهتطول لسانها ودي لسانها طول المحور والدائري مع بعض. انا رايي لا ما اقول لهاش. حرام عليكم بقى يا جماعه، دي صاحبتي برضه. بس اوعي تقولي لعلا. لحسن دي بتبص لي في حاجاتي، عينها وحشة كده. طب استلقي وعدك يا لوز. غمازات، انت هتحبي الغمازات، ده انت هتموتي في الغمازات. شوفي يا اختي، المعركه على اشدها والناس ما بترحمش، انت عارفه. محدش هيقول يا جماعة سيبوها براحتها، ولا حد هيقول لسه بدري دي لسه صغيرة ما تستعجلوش عليها، ولا حد هيقول يا جماعة ما جالهاش حد كويس وعليه القيمة سيبوها لغاية اما تلاقي ابن الناس الطيبين. لا 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 لا، اوعي تفتكري ان حد هيقول كده. كلهم هيقولوا حاجة واحدة بس، ان انت خايبه او معيوبه، عشان كده وقفتي في الصف لغايه اما قربتي على 30. امال ايه؟ عشان كده بقى عايزاكي كده تحددي هدفك وتوصلي له مهما حصل، واللي يقف في سكتك تهرسيه. مش عايزه بقى لا حنان الام ولا خال ولا عم ولا اي حاجه. انا عايزاكي تركزي في نفسك وبس، عشان انتي بس اللي هتنفعي نفسك، محدش يصعب عليكي خالص. صدقيني وجمدي قلبك، كل معركه وليها ضحايا، المهم ما تكونيش انتي واحده من الضحايا دول. ماما نسبته ايه الجري ده دلوقتي؟ ما قلنا نتمشى. نتمشى. أستاذ حسين قال جري يبقى جري. بس الاستاذ حسين بتاعك واضح ان قاعدته الجماهيريه واسعه جدا، ده نص ستات مصر وبناتها بينفذوا نصيحته النهارده هنا. مش هنطلع بحاجه مفيده انا بقول لك. اسكتي واجري. تعبت خالص. ايه ده مش تفتح يا عمى. عيب كده، انت ايه متربيه في المذبح؟ اسفين يا وقيم. معلش انا اللي اسف، معلش الظاهر ما خدتش بالي، كنت مش منتبه يعني. الله مين؟ سوسو؟ سوسو طفطف. معقولة بعد السنين دي كلها؟ صحيح مسير الحي تلاقي. ايه ده؟ لكن انت بتعملي ايه هنا؟ بصاد عريس لا بمارس الرياضة أنا وبنتي. بنتك؟ معقول انت عندك بنت كبيرة كده؟ مين دي اللي كبيرة؟ مين دي اللي كبيرة؟ بس بقى بس على فكرة بنتك مش شبهك خالص، الظاهر بقى انها شبه ابوها عبد الصمد. عبد الصبور. عبد الصبور، الله يرحمه. بعد الشر على بابايا عشان الله اللي يكرهوه. لطيفة قوي بنتك دي على فكرة، بس فيها غشم بتاع ابوها برضو عبد الصبور الله يرحمه. بقول لك بابايا عايش. انما انت ايه حكايتك يا سوسو؟ انت ايه ما بتكبريش؟ الزمن ما بيعديش عليكي، كل شويه بتصغري وتحلوي. لا يا طفطف بقى ما تبالغش امال. لا حقيقي مش ببالغ،
يعني اللي يشوفها بتجري جنبك يفتكر انها جدتك مش بنتك. حلوه دي صح والله. استغفر الله العظيم يا رب، اللهم طولك يا روح. يلا يا مام، يلا يا حبيبتي، ورانا انت نسيتي ورانا جري كتير. طيب ايدك تقيله يا بنت. معلش يا طفطف بقى، نبقى نكمل كلام بعدين. سلام يا طفطف بقى. طب يا ريت تقولي لي هتيجوا هنا امتى عشان اجيب ابن الدكتور اسامه ونجري سوا. اجري، مش عايزه تجري ما تجري. الصبر يا ماما، الصبر يا حبيبتي، الصبر. الجري هيروح فين؟ وعلى رأي المثل اجري جري الوحوش، العريس ما تلحقوش. انا بقى والله عايزه اتعرف اكتر على عمو طفطف. انا قلبي والله صدق قلبي اتفتح لحضرتك من اول ما وافتكرت ان ماما بتكلمني عن حضرتك كتير. افتكرت والله. شوفي، لا ده واضح انه كمان في عشره بينكم، فانا عايزه اعرفها. هلا قول لي يا عمو طفطف، اخبار ابن حضرتك ايه؟ بنت عبد الصبور صح؟ الله يرحمه. هي الرحمة مش تجوز على الحي والميت برضه؟ ماشي، اللي تشوفه. الدنيا يا الحاجة. سلام على النشاط. ده الجري ده أحلى حاجة في الدنيا بجد يا بابا، مفيد بشكل يخرب بيته الجري ده. ما احنا عارفين يا اختي انه احلى حاجه في الدنيا. المهم جاب نتيجه، جه بفايده. جاب ايه؟ جاب عريس. اعملوا حسابكم، هو ووالده جايين النهارده. بسم الله ما شاء الله بالسرعة دي يا بابا. المهم مش السرعه، المهم ان في حاجه تلبس. هتلبس ان شاء الله المره دي، هتلبس. خصوصا ان ابو العريس طلع صاحب ماما من زمان. نعم يا اختي، صاحب امك. استنى انت يا حميدو، ايه يا علماء تاخدي بالك من كلامك؟ ايه صاحب ماما دي؟ انت في ايه؟ ايه كلمة صاحب ماما دي؟ ايوه في ايه الشك ده؟ ما تفهمنيش غلط، يعني معرفة ماما من زوالها تزعل. اسمه انكل عاطف. عاطف؟ هو هيكون عاطف السرياوسي العريس، يبقى ابن عاطف السرياوسي. سرياوسي؟ صدق زعلتني يا بابا. يعني يوم ما اتجوز يبقى اسمي مدام علا السرياوسي؟ لا ما تركبش. ليه بقى؟ لان هي كانت قاعده طول الوقت بتقول لي يا طفطف مش عارفه ايه، يا طفطف مش كده. ما هو ما يركبش طفطف السرياوسي، مش طفطف؟ قاعدة تقول لي يا طفطف مش عارف ايه، يا طفطف مش كده؟ ايه يا حاج؟ ما تقول اي حاجة، فاضل لك يومين ولا مؤاخذة تبقى توك توك. اخرس يا ولد، توك توك. وهي فين امك دي يا اختي من اساسه؟ ايه سبتيها ماشيه بقى كورنيش بيقزقز وترمس وجيت انتي؟ دايما سيئة الظن في ماما يا تيتا. طالعه ورايا على السلم يا حبيبتي، بس واخده راحتها، بتاخد نفسها. براحتها يا اختي، خليها براحتها. ما اصل لو كان ليها راجل قادر ولا بلاش اهو. هاي يا موزة. ورحمة الله وبركاته. الحق يا عم. الحقوا يا عم، انت اتجننت يا ولد. انا اللي اتجننت؟ بتقول لحضرتك كانت قاعده في النادي مع واحد بتقول له يا طفطف. نفسي اشوف موقف ليك فيه حبشانه يا حاج. مش عايز حد يقول عليك يا حاج توك توك. توك توك تاني يا ولد. انا عليه العوض ومنه العوض. يا خسارة تربيتي فيك يا عبدو. ايه فيلم بدايه ونهايه اللي انتوا فيه ده؟ ممكن افهم؟ ايه الرجعيه اللي انتوا في القرون الوسطى ولا ايه؟ بجد انزلوا اجروا بجد، هتطلعوا شحنه. انتوا مش فاهمين الجري ده مفيد قد ايه. شحنه؟ شحنه. بنت يا لولو تعالي، سيبك منهم، اوعى يالا اوعى. حاجه بجد فظيعه. احكي لي كده، انكل طفطف ده بقى شكله ايه؟ اظن عجز وكرش وفشكل كده. لا بالعكس، بل هو رياضي جدا. لا راجل يعني، لا متماسك بالنسبه لسنه، شكله حلو. يا بس انا مالي دلوقتي بطفطف بتاعكوا ده. انا عايزه ابنه. طبعا المفروض تهتمي بابنه اللي هو بقى العريس. على الله يطلع شبهه بس. نعم، ما نشوف اخر ذريتك يا سي طفطف. يا رب. بس سرياوسي دي مش مطمناني. يا ماما خلصتي؟
مش عارفه، ايه رايك؟ حلو كده، بس انا حاسه انه واسع اغير والبس حاجه تانية احلى. ايه يا ماما مالك النهارده؟ انت مغيره 5 اطقم لغايه دلوقتي. وانا يعني اللي هتجوز ولا انت؟ بسم الله ما شاء الله. ده احنا يظهر عندنا عروستين بدل عروسة واحدة، مش كده ولا ايه يا عبد الصبور؟ ما علينا. ايه يا عبده، انت لسه مش لابس ليه؟ مش لابس يعني ايه؟ ما انا لابس اهو. ايه قاعد عريان قدامك؟ لا قصدي فين بدلتك؟ بدلتي في التنظيف، بتتنضف. بعدين الواد عاطف ده بقى بالذات محدش يلبس له، يعني البس له ايه؟ كفايه انت لابسه بقى انا وانتي. مش كده برضو قمر اجنن صح؟ بص انا عارفه اصل جوزك ده لما بيتمط قدامك كده مش هتخانق، ماليش مزاج اتخانق. ماما قولي لي يا ماما، هو بابا ماله؟ هو كاره انكل عاطف ده ليه؟ في ايه؟ مش عارفه. بصي انا هقول لك على سر، اصل احنا من ايام الجامعه وهو حاطط في دماغه ان طفطف، كان حاططني في دماغه طفطف ده اسم الدلع بتاع عاطف، بس حاولت اشرح له ان طفطف والله طبيعته كده، هو نحنوح على البنات، مش بيحب يتكلم مع الخناشير خالص، البنات بقى يجيب لهم عصير شوكولاته، نحنوح دلوع، هو طبيعته كده، وكل الناس عارفه ان انا وقعت في ده من اول نظره. طب قولي لي بقى انا اعمل ايه؟ اقنعه ازاي ده؟ اقنعه بس كفايه رومانسيه ونكد على المسا. اشمعنى انا مش لاقي خنشور اقع فيه من اول نظره؟ ساعي بعد اذن حضرتك فسحها شويه. ايه الالوان المبهجه والالوان الحلوه اللي انت لابسها على المسها دي؟ الله، نزل رجلك انت كمان بعد اذنك. انا مش فاهم بصراحه، يعني انت ازاي موافق على المزهله اللي بتحصل دي؟ مزهله؟ المهزله. مهزله ايه؟ انت شايف مزهله فين دلوقتي؟ يعني بصراحه يا بابا، يعني انا مش فاهم، هتحط ايدك في ايد الراجل اللي كان عايز يخطب مراتك؟ كانش عايز يخطبها يا بابا، كانش عايز يخطبها يا حبيبي. اوعى تصدقه، انت هتفتي، انت هتالف افلام. لا علا كان عايز يخطبها. ما كانش عايز يخطبها، ما كانش عايز يخطبها. وبعدين خلينا في الصغار مش في الاباء، الصغار. يا بابا بعد اذن حضرتك، الراجل ده المفروض المكان الوحيد اللي يتقابلوا فيه ميدان المعركه، ويبقى معاك سيف حلو كده وتغزه. سيف اما يغزك في عينيك ان شاء الله. انت ايه عايز تهدي النفوس؟ بس بقى. ايوه بقى كده، خد موقف يا حاج. انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ انت مش وراك مذاكره دلوقتي؟ اتفضل خش على اوضتك. يعني الحق عليه اللي مش عايز يشوفك بعد العمر ده كله وانت مركب دش. دش تيتا سيبيه، بكره لما يكبر ان شاء الله هيعرف ان انا كان عندي حق. امشي يلا بدل ما مد ايدي عليك. ماشي يا سهير، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ طفطف. إيه شعري شكله، لا شعري ده متغطي، لبسي شكله حلو. ركزي معايا. بس بقى وجعت دماغي. يا عيني على الشايب لما يتدلع، يا عيني على الشايب لما يتدلع، يبقى زي الباب المخلع. يلا اهلا عبده الجن. اهلا يا استاذ عاطف. اهلا بيك، اهلا وسهلا. سوسو اهلا ازيك يا حلوه. اقدم لكم ابني دكتور اسامه. اتفضل يا اسامه، اتفضل. مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا ما اختلفتش كتير عن الصوره اللي حضرتك حاططها في اوضه النوم. شفت؟ ايه يا جماعه، احنا هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ اتفضلوا زي بيتكم. اتفضل يا دكتور اسامه، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله. ايه ما تتفضلوا. احنا في حد ناقص؟ عبد الصبور هو اللي ناقص، صح؟ ما تيجي يا عبد الصبور، واقف ليه؟ والله ما في حد ناقص غيرك. ايه يا جماعه، هتفضلوا واقفين ولا ايه؟ اتفضلوا ده بيتكم. اتفضلوا. والله العظيم يا انكل عبد الصبور ما تعرف انا كنت متشوق اشوفكم قد ايه، من كتر ما بابا كلمني عن المدام. ده انا كمان ما قلتلكش كل حاجه.
اصل انت ما شفتش سوسو ايام الجامعه. مدام سهير ايام الجامعه كانت تمشي كده الطلبه كلهم يمشوا يبصوا عليها، كانت هي الشمس اللي الكون كله بيلف حواليها. انما عمك عبده هو طول عمره كده راجل طيب يعني. لا واضح. واضح. انما بقى المدام والله يا زين ما اختار، وده دليل على عقله ونظرته الواعيه. جرى ايه يا انكل جرى ايه يا انكل عاطف؟ الله، هو ايه القعده كلها هتبقى شكرانيه في بابا وماما؟ مش حاجه يعني عن الاجيال الجديده ولا ايه؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني انت هتطلعي وحشه لمين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا انا لسه كنت بقول لكمان الدكتور اسامه ايه، لولا الزمن والايام كان زمان كنتوا الاتنين دلوقتي اخوات. لا ده على كده الحمد لله، نشكر الزمن والايام. بنت ايه؟ الله ايه يا عبدو مالك؟ ما تسيبها تتكلم يا اخي، هو احنا غرب؟ وبعدين تصدق بقى والله دمها خفيف، اكيد مش طالعه لك. اصل انت دمك تقيل بابا. لا هو دمه تقيل وهو عارف، ده ما بيزعلش. شوف بيبص لي ازاي. والله دمها خفيف، انما المدام بقى ايه يا عبده؟ مالك يا متنرفز ليه كده؟ ما انت شايفه الرخامه بتاعته بتاعت زمان؟ فين دي؟ ده رخم خالص، عسل. انكل طفطف ده عسل، ده انا حبيته. يا رب يكون حمايه، يا رب يكون حمايه. فظيع فظيع. انت بتتلكك ولا ايه؟ عسل. اصله ما كانش مصدق الكلام اللي كنت بحكيه له عن البيت الكريم ده. انت كنت مصدق؟ لا وما كانش مصدق. انا كنت دايما اقول له يا اسامه يا ابني، عمك عبد الصبور ده اخويا الكبير، الكبير قوي، تلاقيه جد ووشه مكشر كده بيخاف يضحك لا وشه شاق. انما المدام بقى، المدام حاجه تانية. كان يقول لي يا بابا معقول يعني في حد زي جمال كده مدام سوسو، ولا رقه مدام سوسو، ولا اخلاقها وادابها اسطى خليك هنا. انت ما بتجيش ليه؟ انا مش تبقى تيجي، انا ببقى هناك. بقالك قد ايه بقى ما سالتش عني؟ بس معذور والله معذور. حد يبقى جنبه القمر ده ويخرج يروح فين؟ ده انت قاعد هنا في الجنه. لا بقى ده انت مش بابا اللي انت بتعمله ده يا بابا، سيب الراجل. لا 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 لا، كده بقى واضح ان في رواسب في اللاوعي الكامن عند بعض الشخصيات هنا. عن اذنك يا طنط. نعم. عن اذنك اتفضلي. انا حاضر اهو. سيبيني مع عمو شويه. عبد الصبور، اسمع يا انكل، حضرتك عندك مشكله. انت بتنام وتسيب باب اللاوعي موارب، فبيخش منه بعض الافكار السلبيه جوه مشاعرك. بس ما تقلقش، انا كان عندي حاله كده في الصين، ولد شاب صغير اسمه خد اياد يا تيت اياد. الولد ده كان عنده نقص في كهربة المخ، علشان كده كان بيحط صباعه في فيشه الكهرباء بتاعت الغساله بالليل. بس اتعالج. ماما، هو بابا فعلا اتجنن؟ ايه اللي الراجل ده بيقوله؟ فعلا مخه ضرب؟ ايه لا 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 لا، اطمني يا حبيبتي اطمني. بابا لو جراله اي حاجه احنا مش هنسيبكم، اسامه هيخلوا باله منك، وسوسو دي في عينيا انا من جوه. لا بقى اطلع بره بدل ما اغز السكينه دي في زورك. لا تطلع من كعوب رجليها. لا كده حضرتك يا انكل عبد الصبور عندك مشكله كبيره في الثبات الانفعالي. انا كان عندي حاله كده في المكسيك اسمه روبرتو. الولد ده كان غاوي يشوط عفش الشقه من البلكونه، بس اتعالج برضه. يعني في امل يعني؟ طبعا. اطمن يا عبده بقى خلاص، حتى لو باب الانفعال ده فيه حاجه نجيب نجار يصلحه. انتوا عايزين تجننوني ولا ايه؟ لسه هتتجنن، ده انت طفشت العريس. اهدى يا بابا، الموضوع مش مستاهل. معلش يا جماعه متاسفين والله، هو مش عارفه ليه عصبي كده النهارده. اهدى بقى يا عبده. ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش. ده من النوع اللي بيهوش بس، لكن مش بيأذي، مش عنيف. انا كان عندي حاله كده اسمها ام عاطف. دي كانت في دمياط. دي حبست جوزها في الدولاب 11 يوم، كانت بتاكله من الدرج بتاع الشرابات ده، بس خفت في الاخر. خفت. يعني في امل طبعا يا عم. اطمن بقى ما تقلقش، فيه ايه؟ ولو عصلك هحجزه عندي في المصحة. تحجز مين يالا؟ ده انا احجزك انت وابوك. اطلع بره. ايه ده؟ اطلع بره انت وجوز. ثباتك الانفعالي. بره بلا ثبات بلا نيره. عبد الصبور، عبد الصبور بره. لا طفشت العريس. مبسوط يا بابا، مبسوط يا بابا. انت تخرسي خالص لارميك وراهم. هو في ايه؟ انا اول مره اشوفه كده، مبسوطه قوي. بقول لك عارفه يا علا، انا من زمان قوي ما حسيتش ان ابوكي بيغير عليا كده. ده معناه انه لسه بيحبني.
وانا كمان لسه بحبه. انت جيت؟ متهيألي. بص يا دكتور أسامة، معلش أنا مصدعة النهاردة وتعبانة قوي قوي قوي. ممكن بس نأجل المقابلة مرة تانية؟ لا طبعا، بالعكس بالعكس يا علا، المفروض ان انا ابقى جنبك في الظروف السيئه اللي زي دي. لحظه ضعف، لحظه انكسار، لحظه انتحار. مين ممكن يبقى جنبك لو فكرتي تقطعي شرايين ايدك دلوقتي؟ احنا علاقتنا المستقبليه تحتم عليا كده. مش ما يبقى في علاقة مستقبلية يا دكتور أسامة. لا انت مشكلتك انك متشائمه جدا. انا عايز اقول لك اني بدور على واحده زيك بقالي 5 سنين، واحده يكون فيها مواصفاتك انت بالظبط. العيون، الخدود، الشعر، حتى الهلاوس والضلالات. كلام رومانسي مش فاهمة منه حاجة، بس شكله كده رومانسي. استمر. انت مشكلتك انك انسانه رومانسيه وحساسه قوي، بتعملي كل حاجه من جواكي، بتسمعي مزيكا من جواكي، صح. لو بتعملي تشات على الكمبيوتر من جواكي، أيوة. حتى لو خارجه ترمي الزباله من المطبخ على السلم بيبقى من جواكي. كأنك موجود. ازاي عرفت كل ده؟ انا قريب ليكي قوي. بجد مش عارفة أقول لك إيه. الظروف الحايلة ما بيننا دي بجد روميو وجولييت العصر الحديث. أنا مش عارفة أعمل، لكن أنا مش هتنازل أبدا عنك مهما يكون. أنا هقف قصاد أهلي. لازم ألاقي طريقة. هسيبني بس يعني يا ريت بس تمشي دلوقتي. لازم تمشي دلوقتي، معلش. طب اجيلك الشغل بكره؟ لا الشغل لا. البنات عندنا عينهم، قصدي لسانهم طويل ومش هيسيبونا في حالنا خالص. انا فهمت. انت عندك الودوكسوفوبيا، يعني الخوف من اراء الاخرين. هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ لا ابدا ما تقلقيش. طب اقول لك ايه، احنا ممكن ننزل نقعد على الكافيه اللي عندكم على الناصيه تحت. كافيه؟ ده يا دوبك قهوه بلدي. كافيه ايه؟ وبعدين دوشه، يعني دوشه مش هنسمع بعض خالص. انت بتخافي من الدوشه؟ ماليش فيها يعني. انا كمان بخاف من الدوشه. انا زمان كنت بروح الاستاد اشجع ايام ما كان المنتخب بيخسر، انما بعد ما حسن شحاته مسك وبقى بيكسب والاستاد اتملى بطلت اروح. اكوستيكا فوبيا، الخوف من الضوضاء. هو في ايه بالظبط؟ عايزه تعرفي؟ انا ممكن اقول لك، بس على فكره مش شرط تتبسطي من اللي هقول لك عليه. لا خلاص بلا نكت. خلاص مش عايزه اعرف. مش عايزه تعرفي؟ إبستيموفوبيا، الخوف من المعرفه. لا ما تشرح لي بقى في ايه يا دكتور؟ لا انا ممكن اشرح لك، بس الاول ارجوكي تمضي لي على الورقه الصغيره دي. امضيلك على الورقه دي؟ امضيلك ليه؟ كل حاجه تتحل ان شاء الله، ما تخافيش. تحل ايه؟ ما تفهمني ايه اللي يتحل وايه اللي امضيلك. ايه في ايه؟ لا انا ما صدقت لقيتك. انت كنز 6 فوبيات و3 حالات نفسيه في بني ادم واحد. نعم 6 فوبيات؟ طبعا اعدهم لك وانا هغلطك. الخوف من الضوضاء، الخوف من اراء الاخرين، الخوف من المعرفه. لا وفوق ده كله ايه؟ ال3 المهمين بقى: الخوف من الوحده، الخوف من العزوبيه، والخوف من العنوسه. وهم دول ال3 اللي خلوكي تفكري ان انا جيت انا وابويا عشان نخطبك، برغم ان احنا عهد الله ما جبنا سيره الموضوع ده. اسمع، ما اقول لك على حاجه، انا هصارحك. انا اول ما دخلت البيت ده فكرت في باباكي. انا قصدي فكرت في الثبات الانفعالي بتاعه. فاهمه؟ تاثره بالمؤثرات الخارجيه، انفعالاته، مشاعره. انا بعمل كده لقيتك. انت كنز. انا مش هسيبك. السنتين اللي جايين هتبقي اهم حاله في حياتي. انت مشروع الدكتوراه التاني بتاعي يا علا. نعم. انا موضوع رساله الدكتوراه بتاعتك؟ وهو ده الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلمني فيه؟ وموضوع فين كنت هتتكلم في الجواز ولا ما كنتش هتتكلم؟ جواز؟ هو صحيح الجواز في حد ذاته حاجه ايجابيه بالنسبه لي. ده اسهل لي من اني اقنع عيلتك يسيبوكي ال 15 سنه في المستشفى على معالجك. انا هبقى جوزك، يعني صاحب القرار الوحيد في حالتك. انا عملت كده في ال3 جوازات اللي قبل كده، قبل ما ادخل المصحه. 3 جوازات؟
ودخلت حجزت ذات نفسك في المصحة. ليه؟ الحالات اللي بعالجها بتسيب عليا شويه تاثير كده، فباخد وقت على ما ارجع لطبيعتي. طبيعتك. طب دكتور، استفسار صغير خالص، يعني انا فاهمه مستوعبه كل اللي بتقوله ده، استفسار بس، هي الفوبيا دي بتيجي من ايه بالظبط؟ فوبيا يعني مشكله عصيبه تتعلق بظروفها. يعني مثلا انا مره اتضايقت من دوشه بره، فمن ساعتها انا مش حابه الدوشه مثلا، يعني فهمت انا. طب وفي فوبيا يعني متعلقه بالالم، وجع، مش عارفه، ضرب، عض، غز، بطح، مش عارفه. ايوه، خدناها في سنه تانية والله. اسمها ايه؟ اسمها الجوفوبيا، الخوف من الالم. عندك؟ لا وعد الله ما عندي. طيب ابشر. ايه؟ ابشر. ايه؟ ابشر يا دكتور. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ ابشر عشان هتبقى عندك من النهارده. ايه ده يا دكتور علا؟ يا دكتور علا ما يصحش. ايه ده؟ ايه يا دكتور؟ يا دكتور علا يا سبب في طلاق الست الطاهره اللي هي امي دي من الراجل الطيب عشانك يا ابن طفطف. خلاص بلاش. انا مش هسيبك. بلاش مش هسيبك. بلاش كوارث خالص. يا مجنونه اصلا ولا يا مجنونه. هتطلبوا الاسعاف؟ لا، اطلبي له طفطف. انتوا عارفين أسوأ جزء من أجزاء يومي بيبقى إيه؟ رحلتي اليومية من باب الشقة لبوابة العمارة. رحلة ممكن تستغرق في العادي كده دقيقة ونص ساعة، بتاخد لها بالميت ربع ساعة كل يوم. ليه؟ عشان بقابل جيراني الأعزاء. عموما الجيران ممكن ما يبقى لهمش أي دور في حياتك عادي، لكن أنا جيراني بقى تحديداً من النوع العشري، اللطيف، الحنين، المواسي. يعني الصراحة كده ناس لا تطاق. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ ايه احوالك؟ لسه برضه؟ ربنا يسعدك يا رب. امين. الله، ازيك يا برنسيسة؟ عاملة ايه؟ هو لسه الأمل مفقود؟ معلش، ما هو أصل ما بيقعدش غير بنات الناس الطيبين. ده عيالك يطب فوق دماغك عريس من السما قادر يا كريم. امين. عادي ده الروتين. انتوا طبعا عارفين دلوقتي ايه اكتر 3 حروف انا بكرهها في اللغه العربيه. لام، سين، ه. لسه بس كل ده انا متعوده عليه، كل ده عادي. هي واحده بس اللي فقعالي مرارتي. اماني جارتي العزيزه، اصغر مني ب5 سنين واتجوزت وهي عندها 19 سنه. 19 سنه
جوزها فوفو ده كان عنده 35 سنه لما اتجوزها. 35 سنه بنت الايه. وانا ساعتها بقى ايه اتريقت بقى، بعتلي بكلمتين فاضيين كده عن الاختيار السليم والسن المناسب باين والكلام الفاضي ده. هي بقى من ساعتها طبعا بتموت فيا، بتعزني قوي قوي قوي، واتضح ان هي عندها حق الصراحه. الحق يقال يعني، انا اللي كلامي كان خيال علمي تماما. يا بنت امشي بقى، حرام عليكي، جننتيني. مش كفايه اخوك اللي محجر مش راضي ينزل ده؟ ماما هو اللي جوه ده ابنك؟ ايوه. يعني بتحبيه؟ طبعا. امال اكلتيه ليه؟ لماضة يلا. الله علا. ازيك يا روحي؟ اهلا اماني. ايه ده معلش يلا بناقص برضه. ازيك يا بنتي يا هند؟ عاملين ايه؟ الحمد لله يا حياتي، زي ما انتي شايفه البت مجنناني والواد محجر مش راضي ينزل. على سيره التحجير يا علا، هو يا اختي ما عندكيش اخبار جديده؟ تحجير؟ ها؟ جالكوا الكلام؟ ها؟ مش بقول لكم بتعزني زي عينيها؟ لا يا اختي لا يا اماني، لسه ما فيش. عموما ادعي ربنا يبعت عن اذنك. استني بس. ما هو يا اختي بس لو ما كنتيش نشفتي راسك وكنتي رضيتي بلولا خفوفه ما كان زمانك دلوقتي زي لولو. معلش يا حبيبتي، والله انا اللي خسرانه، ماليش نصيب فيه. استاذ لولو ده زي الفل. الا قولي لي عمل ايه في محضر السكر بتاعه؟ خير ان شاء الله. وقولي لي صحيح، وقضيه التحرش ربنا يزيح عنه، وقضيه الخلع اللي رفعها عليه مراته الله ينصره. بس اقول لك ايه، هي بقى لو خلعت يمكن انت يبقى لك نصيب وتنطي مكانها. انا نصيب في الاستاذ لولو؟ لا ده لا ونط انا مكانها. هو شكلي هنط فعلا. شكلها هترسى على كده. عموما انا مش هسيبك، انت عارفه انت تعزي عليا. انا هكلم فوفو يشوف لك حد من صحابي يمكن ينفعك. لا يا اختي لا شكرا، ولا فوفو ولا اصحابه هينفعوا. ربنا يخليكي. خليكي متفائله. انا مش عايزه حد يشمت فيكي كده اللي هو ازاي يعني؟ لا يا حبيبتي ما تشغليش بالك، اصل انت عارفه الناس ما بترحمش. طب وعلى سيره الناس اللي ما بترحمش يا حبيبتي، انت ليه مش هيلاني بنتك على الصبح ان شاء الله؟ لا ايه الكلام ده بقى على الصبح؟ انا مش قلت لك ان انا هجيب لك عريس ولا ايه؟ بتذليني يعني، واحده قصاد واحده. مش تقولي اتعدلي كده يا هند على الصبح. طنط هو انت عابس؟ ايه؟ نعم يا اختي؟ تيتا بتقول عليكي كده. معلش بقى يا حبيبتي، ما هو اصل لولاك يا لساني ما تسكتي يا قفايا. الله صباح الخير يا مدام اماني، مش عايزين الاموره دي ولا ايه؟ اهلا يا باشمهندس. لا مش عايزينها ازاي، دي في ناس تانية هتموت علشان يجيبوا زيها ومش عارفين. الاستاذ مصطفى صاحب فوفو، الدكتوره علا صاحبتي. اهلا وسهلا. يا دي الاحراج. فرصه سعيده يا باشمهندس. احنا الاسعد يا مدام. تحياتي للاستاذ عبد الفتاح. مين؟ فوفو جوزي، هسلم لك عليه. فرصه سعيده يا دكتوره. خلاص مفيش تمييز، ما انت شايفه دقن وسبحه وتمدي ايدك تسلمي. لا عامله لي فيها دكتوره وبتفهمي وخلاص ونفخلي في نفسك كده. لا شكلي هتعب قوي لحد ما الاقي لك عريس. اصل اصحاب فوفو جوزي بيحبوا كده واحده تكون بتفهم مش مدب. تعالي يا بنت. مدب؟ الهي يا رب تندبي في جدور رقبتك، قادر يا كريم. بعيده على الظالم والمفتري. بص في الارض وطي صوتي، بص في الارض وطي صوتي، ما ارفعش راسي ابدا. بص في الارض وطي صوتي، بص في الارض وطي صوتي، وبص في الارض وطي صوتي، وبص في الارض. يا عيني على الادب، فضلوا على العلم. ماما لو سمحتي، سبق وقلت لك قبل كده ان انا مش منافقه. الموضوع كله يعني ان انا بقالي كتير ما ركزتش كده في الوان السجاد البديعه دي. بصي الاخضر اللي هناك، بصي الروز بقى اللي جنبه ده، بصي الصندل البني مقاس 48 اللي هو لابسه ده العريس. هو ده. على اخر الزمان هتجوز عريس بصندل؟ لو كان بالجزمه هتتجوزيه برضه. بقول لك ايه، الراجل وشه سمح وروحه حلوه، مش عايزه تلاكيك. انت فاهمه ولا لا؟ يلا ورايا. بص في الارض وطي صوتي، بص في الارض وطي صوتي، بص في الارض
عليكم. انا اسفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اماني؟ عروسه. منور يا استاذ محمود. اسمه مصطفى. منور يا استاذ علي. ما انا كل ما ببص في الارض بشوف صوابعه بتلعب جوه الصندل، ما بقدرش. علا، الجوازه دي مش هتقف عشان صندل. يلا انت في حاله حرجه، مستعده اتجوز اي كائن حي متعدد الخلايا. يلا ما ندقش. وبعدين اللي فوق الصندل مش بطال. في بدله انيقه وفي قميص مكوي وفي وقار. لا تمام. برطمي بتقولي ايه؟ وطي صوتي وبص في الارض. صح، برافو وطي عليك. صوتي وبص في الارض. وطي صوتي وبص في الارض. الحقيقه انا سعيد ايما سعاده اني اجتمع بعيله محترمه زي عيلتكم دي. ابن عمي زميل الاستاذ عبد الفتاح قال لي انه بيقول عنكم كلام كويس جدا. الاستاذ عبد الفتاح؟ مين الاستاذ عبد الفتاح؟ ده مين؟ انا فوفو. قول لي يا فوفو. الحقيقه انا يشرفني ان انا اتعرف عليكم وتتعرفوا عليا. الدنيا ايه غير مجموعه من الافراد، والافراد لازم يتعارفوا ويتناسبوا ويتزوجوا ويتناسلوا ويتكاثروا علشان الدنيا تعمر. لكن للاسف قليل اليومين دول لما الواحد يقابل ناس محترمين زي حضراتكم ويرتاح لهم من اول ما يشوفهم، زي ما انا استرحت لكم كده. انا طول عمري بدور على عيله متحابه ومترابطه زي عيلتكم دي. هي دي السعاده الحقيقيه. هو بيتكلم عن مين؟ مش عارفه خالص. انت مركز معاه قوي كده ليه؟ انت فاهم حاجه اصلا؟ لا بس الكلام اللي بيقوله فيه بركه. منور يا استاذ خليل. انت ما قلتليش ان هو كويس قوي كده؟ هبقى اقول لك المره الجايه. الحقيقه يا باشمهندس، انا طول عمري بحلم ان يبقى في عيلتي واحد زي حضرتك، وانا لا يمكن هلاقي لبنتي واحد افضل منك. نقرا الفاتحه بقى. نقرا الفاتحه بقى. لا الفاتحه. استنى يا بابا. باشمهندس، بس انا بقى عايزه اقول حاجه، بس انه طبعا لازم نتريث ونستنى شويه. يعني احسن ان احنا ناخد وقتنا ومواضيع كده طبعا تستنى. وبعدين مش يمكن الباشمهندس له رأي تاني؟ ليك رأي تاني صح؟ وبعدين ما تحرجوهوش يا جماعة، مش يمكن بيدور على مواصفات تانية كده ولا كده يعني؟ يلا يا باشمهندس البيوت كتير. لا يا هاني، انا مش ممكن الاقي عيله زي العيله دي. لكن الدكتوره عندها حق برضه. احنا ينبغي ان احنا نتأنى ونتريث ونتروى، لانه المساله مش مجرد واحد بيرتبط بواحده، لا ده واحد بيرتبط بعيله بحالها. علشان كده انا رايي من راي الدكتوره، ننتظر. وانا ان شاء الله هزور الاستاذ عبد الصبور في شغله. يا حبذا لو الاخ سعيد يبقى يجي يزورني في شغلي برضه. حازم حضرتك اول مره حد يحترمني ويقول لي يا حبذا. طب والعروسه يا باشمهندس، يعني انا شخصيا يعني هنتعرف امتى؟ بنت ايه اللي في الحياه دي؟ ان شاء الله نحدد ميعاد تاني واجيب جزء من عيلتي ونتعرف اكتر. ان شاء الله. ان شاء الله. 3 مرات بعد الاكل يا حاج بالشفا. انا اموت واعرف انتي بتقعي على العرسان دول فين. يا اختي كله محصل بعضه، وهي في الاخر اشكال تعر وعيشه تاثر العمر، جاتهم نيله كلهم. بس انا حاسه من كلامك يا علا ان الراجل ده محترم جدا. محترم جدا، اهلي بيموتوا فيه، ما فيهوش عيب، ما فيهوش غلطه. انا بقى مش مرتاحه في قبيله فيران بتلعب في عب يا جماعه، مش مرتاحه، مش عارفه ليه. انا اقول لك مش عارفه ليه، عشان هو حد محترم وانت عايزه حد بايظ عشان يبوظك. والشفاء والله؟ لا بصراحه بقى المره دي انت فعلا مالكيش حق. انا عارفه والله يا جماعه ان انتوا معاكوا حق. الراجل محترم ومؤدب ومتدين، وشقه 5 اوض وشركه كمبيوتر ورصيد في البنك والشبكه اللي انا عايزاها. شوفي بقى لما كل الحاجات دي تبقى موجوده وانا برضو مش مرتاحه، في حاجه يا جماعه، في حاجه. ايه؟ شقه 5 اوض وشركه ورصيد؟ لا علا، انت لازم ترفضي. طبعا لازم ترفضي، ده جاي يشتري
بيشتريكي بفلوسه، بيتمنظر عليكي بفلوسه. احنا ايه هنبيع نفسنا على اخر الزمن؟ لعلمك بقى ما دام في حاجه هنا كده مضايقاكي مش مرتاحه خلاص ارفضي. انا بقول كده برضو والله، بس تفتكري يا نهى؟ مش عارفه اصل اهلي مقتنعين بيه قوي قوي، وانا مش عارفه اقول لهم حاجه، ما هو ما فيش حاجه ملموسه كده. ما ولا يهمك من الكلام ده كله. انت ايه هتبيعي حياتك عشان جوازها سكه وعشان كلام الجيران؟ ايوه الجيران ده في الطلعه وفي النازله الجيران. بصي انت لازم ترفضي العريس ده، لازم ترفضيه. عارفه ليه؟ مساله كرامه. يا سلام، صاحبتي صاحبه يعني، فكر في مصلحتي قوي قوي قوي، بحبها قوي نهى دي. بقول لك ايه، معكيش نمره تليفونه؟ يعني قصدي نمره تليفون الشركه. اصل انا بفكر اشتري كمبيوتر وقلت يعني انفعه هو اولى من الغريب. تخري يا حبيبتي كده شويه. الله ما بلاش الجوازه دي احسن لك. تيبه مش زي تيبك ومش هتفلحوا مع بعض. ثم اننا لا يمكن نسمح له يتجوز دكتوره. انت هتعملي لنا فيها بنت برم دي. ماما خلاصي وطي صوتك. ماما بس كتمي وعقلك في راسك تعرفي خلاص. ألف 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 مبروك يا حبيبتي ده أنا حبيتك قوي. ده أنت هتبقي عروسة تجنن. أحلى شربات لأحلى عرايس. ده احنا هنشيلك على كفوف. الحقني يا مصطفى. مولد. مصطفى. وبعد الشر عليكي مش هتموتي ولا حاجة يا حبيبتي. بسرعة شوية يا أخويا، الست هتولد مننا. عليكم هنا، ممنوع الدخول معاه وقت العمليات. خش معايا يا علا. وانا مالي انا يا بابا؟ لسه الراجل قايل مفيش دخول. انت مالك ازاي؟ انت مش دكتوره. خش معايا تحفظها لي الجميله، ده هتبقى سلفتك. يلا يا بابا. ألف مبروك، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ألف ألف مبروك. سمي بسم الله. يتربى في عز أبوه إن شاء الله. عقبالك يا أنسة. أنسة؟ أنسة إزاي يعني؟ يا سيدي ما تزعلش قوي كده، بكرة نتعرف عليك أكتر ونتعرف على إخواتك. إخواته؟ إخواتي؟ أنتوا فاكرين دول إخواتي؟ دي أمل مراتي الأولانية، واللي جوه تهاني مراتي التانية. أنا لا يمكن أتقدم لخطبة أنسة إلا بعد موافقتهم هما الاتنين، أمال كله حسب الشرع. أصيل يا مصطفى. استنى معلش، دي المدام الأولانية؟ والولاية اللي أنا ولدتها دي التانية؟ أيوه. وده ابني. وأنا مولداه بإيدي. وساكنين مع بعض بقى إن شاء الله، وأنا حابة نمرة 3. هو ده المشروع يعني، صح؟ واجي اسكن معاهم بقى ونبقى حبايب كده، وحاج متولي حضرتك. قلبك. امشي امشي يا بنتي امشي. انت الظاهر زي ما قالت جدتك معمول لك عمل. انا الظاهر هموت من غير ما اشوفك وانت متعلقه في رقبه حد تاني. يعني مفيش جواز؟ لا. والنبي صحيح؟ قلت لا. مفيش جواز؟ قدامي. حاضر يا اخويا. اشكرك يا رب. الحمد لله يا بابا ان انت ما وافقتش على الجوازه دي. مفيش فايده، مفيش فايده. خلاص، على الاقل قفلت بزغاريط يا جماعه المره دي. الحمد لله، ولا ايه؟ الحمد لله. بيقولوا اللي يشوف بلاوي غيره تهون عليه بلوته. الكلام ده مش صحيح، واحيانا لما بنشوف بلاوي غيرنا بنركز اكتر في بلوتنا،
أحياناً ممكن نتعلق بأي قشاية زي الغريق، وأحياناً ممكن نتخنق ونستفز ونضطر نعمل أي حاجة عشان نتخلص من البلوى اللي عندنا. يعني انت متاكده انك هترتاحي هنا؟ مدار المسنين او ملجا الايتام افضل لك بكتير. وبعدين لسه صعب عليك قوي موضوع ولاد الشوارع ده. لا ولا صعب ولا حاجه خالص. انا مبسوطه قوي هنا قوي، على الاقل ما فيش سيره عرسان ودقلجه وجواز وحاجات من دي. لا مبسوطه قوي. وبعدين شوفي اطفال غلابه، شوفي غلابه، كل اللي هم محتاجينه شويه رعايه، شويه عطف، شويه حنيه. هم من ناحيه غلابه بكلمه واحده هتكسبيهم. 5 دقايق هتقعديها معاهم هتلاقيهم هيمطروكي احضان وقبلات. دول براعم ملايكه. الحقونا! ايه يا بنت السنينه اللي انت فاتحاها دي جايبينها لي منين؟ بقول لك ايه، ما اسمعش حسك النهارده بدل المصحف لا شراحي. حاضر والله، بس سيبوني والنبي سيبوني. يبقى تقبب اللي معاك. ما معيش حاجه والله، اديتك كل حاجه يا ست شاديه، ما معيش حاجه. استني هنا، تطلع لها بكام دي يا شاديه؟ لا كله اللي هدومي. يا بنت دي ولايه يا بنت زينا، واحنا ما نفضحش الولايه. والله يا ست شاديه انا احترمت حضرتك جدا على موقفك النبيل ده، بجد حضرتك طيبه وبنت حلال بجد، وبنت ناس وحياتك، لولاش الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده. ايوه يا اختي، اصل ابوها بعيد عنك رماها في الشارع لما ما عرفش يجوزها. ما عرفش يجوزك؟ وحياتي كان بيتقدم لي كل يوم عرسان يجي اشكال والوان، بس انا بقى اللي كنت بتنك وما كنتش برضه. وكنت كل يوم بتهلكيهم من على السلم. ايوه يا اختي صح، عرفتي منين؟ المهم بقى ابويا زهق مني وراح كرشني في الشارع. رجاله اندال واطيه زباله، ما تتلمي يا بنت، ده ابويا. اجري بنت يا شاديه، الحقي البوليس جاي ومين اللي معاهم ده بنت؟ ده ابويا كده يابا، الراجل مصمم يوديني في داهيه. الله يقطع الجواز وسنين، اجروا يا بنات. فعلا ومين سمعك؟ الله يخليك، الله يقطع الجواز وسنينه واللي عايزين يتجوزوا. طب ما تاخدوني شاديه خديني معاكي يا شاديه. طب فكيني عليا يا لواحظ يا شنجاه. طب حد فيكم يفكني يا بنات. طب خدي السلسله مش فالصه، انا كتبت يا شاديه. اسود يا عيني يا علا يا بنت مرمطه يا اللي مش لاقيه اللي يحميكي يا علا. يا ماما أنا مش عارفة الصراحة أشكر حضرتك إزاي يا أستاذ مفيد. بجد لولا إن حضرتك كده طلعتني من اللا شيء كان زماني فعلا أكلتني الذئاب. لا شكر على واجب يا دكتورة علا، أهم حاجة إنك تكوني بخير، لكن الشيء اللي عايز أعرفه أنت إيه اللي موديك المكان الغريب ده؟ هقول لك، أصل أنا وبلا فخر يعني بلا فخر منخرطة في جمعية خيرية كده، فيعني كنا بنحاول بتحاولوا تساعدوا أطفال الشوارع، جمعية مصر اليوم مش كده؟ فعلا جمعية مصر اليوم اللي ما فيهاش رجالة، قصدي يعني جمعية مصر اليوم فعلا. على فكرة يا دكتورة علا، جمعية مصر اليوم دي جمعية مشبوهة وكل تمويلها جاي من الدول الإمبريالية العظمى. لا معقولة؟ معقولة جدا. لا أنت ما تعرفيش كده؟
ده جمعيه مشبوهه جدا وكل اهدافها رجعيه وانعزاليه ومتقوقعه. انا مش عارف ازاي انت ما سمعتيش الكلام ده في وسط البلد. يمكن عشان انا ما بنزلش كتير وسط البلد، يمكن. خطأ كبير جدا انك ما تروحيش وسط البلد. انسانه متعلمه ومثقفه زيك ما تروحش وسط البلد يبقى خطأ كبير جدا. في قلب وسط البلد هو قلب العمل التطوعي والثقافي والحراك السياسي. لازم تروحي وسط البلد، هناك هتتعرفي على المناضلين الحقيقيين. وعلى فكره هناك في جهات اهم وقضايا اكبر، مش جمعيه مصر اليوم والحاجات المشبوهه دي. قضايا ايه بس وبتاع ايه ده؟ انا بدور على شباب. الشباب؟ روح الشباب اتسلبت مني، مش عارفه ليه، عجزت من جوه كده، عجزت فقلت ايه انزل استرجعها. ما لقيتش عندهم خالص بقى، ما لقيتش عندهم خالص. اساسا نشاطات دور المسنين واطفال الشوارع وجمعيه مصر اليوم كلها جمعيات مشبوهه ومش هتفيدك بحاجه. لازم تنزلي وسط البلد، هناك هتتعرفي على ناس هيشاركوكي في قضايا اهم نفسيا وثقافيا وسياسيا. وعلى فكره الناس دي ما عندهاش اي اجندات خفيه واعتقد بالضروره برضو ان ايديولوجياتهم هتتفق بالتاكيد مع ايديولوجياتك بشكل كبير. عندهم شباب؟ انا مش عارف ايه حكايتك مع الشباب. معلش اصل انا الشمس بقى والذئاب وكده ما تاخدش في بالك. لا يعني انا مش فاهمه منك ولا حاجه، ورغم ذلك انا مصممه ان احنا ننزل وسط البلد ونقابل الناس دي ونتعرف على الايديولوجيات الخفيه والغير خفيه، وان شاء الله كله هيبقى تمام وهنقابل الشباب وكل حاجه. يا استاذ مفيد. علا اسمحي لي اقول لك يا علا، انت ما تعرفيش قد ايه في النص ساعه دي حسيت اني اعرفك من زمان وحسيت براحه غير طبيعيه. علا ايوه. اسمحي لي بقى اقول لك يا علا يعني، ونشيل الالقاب. انا اقول لك يا علا وانت تقولي لي يا استاذ مفيد. خلاص بقى كفايه القاب. علا لو سمحتي بس انا معيش فكه، حقيقي معيش فكه، يعني معيش غير 100 جنيه صحيحه بس، وعايز اجيب علبه سجاير، فلو معاكي فكه لو سمحتي. قوي. شوف عشان عملت حسابي وقت الشده دايما بيبقى عندي كده بنك كده تحت، وشاديه ما عرفتش تاخدهم مني ال 20 جنيه دول. اتفضل. قوي. اشكرك. اي خدمه. احمدك يا رب، احمدك يا رب. انا شكلي هتعوض على كل المرمطه اللي اتمرمطتها في حياتي قبل كده، وخصوصا النهارده. الاستاذ مفيد هيعوضني على كل حاجه الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. جاي. ميرسي. لا ميرسي ولا حاجه. علا هقابلك بقى في وسط البلد، صدقيني انا هغيرك من الالف للياء. الى الملتقى يا علا، الى الملتقى، الى وسط البلد. وتلكلكوا المتلكلكين المتلكلكوا، أضنى ضنيني والضنا أضناني، يسألوني سبل السبيل المتسبلل، أقول لهم فسبللوا المسبلبان. وتلكلك. الله راح الرواح. راح الرواح ورحرح المترحرح. مش ممكن. شفت الشاعر ازاي قدر يجسد معاناة اطفال جزر الكاريبي؟ والله ده كان الموضوع والله. سيبك انت بقى مفيد، مش قلت لي النهارده ان احنا كنا هنروح مكان رومانسي كده نعرف ناخد وندي؟ رومانسي ايه يا علا؟ هو في اكتر من رومانسيه ان احنا ندافع او نعيش معاناة اطفال جزر الكاريبي؟ ايه؟ مش ممكن. وتلكلك المتلكلك. قول يا ريس قول. الحساب عند الهانم يا درويش. معلش اصلي معيش فكه. قوي طبعا. اتفضل يا درويش. مش عارفه هروح ازاي. في ريحه وحشه في المكان، مش شاممها، جايه في حاجه كده. مش شامم؟ لا هنا بقول لك الحقيقه انا مش شامم حاجه خالص. الله، خلينا في الكلام الجميل. تلكلكوا.
دي الالوان اللي بكلمك عنها، الوان منبثقه منبعجه عشان توضح المعاناه. يما حلو قوي 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 قوي. علا انا عايزك تركزي معايا. ده التصاق الوجدان في اطار واحد، اطار منبثق من كل الالوان اللي شايفاها دي، الوان عصريه جدا. الرسام هنا بين معاناه ها زي ما انت شايفه كده، معاناه شامله فعلا بالظبط. وقلب يرسمون ان الشكل قشور والجوهر هو المضمون، وبين القشره والجوهر تكمن الحقيقه. زي ما انت شايفه كده، ممكن. زي ما انت شايفه دي اضحيه العيد بشكل عصري، وربنا يستر. اتفضلي. وبكده الرسام قدر يعبر بريشه عن المشاعر النفسيه للرجل الموريشي. الموريشي؟ موريشيوس يعني. والله حلو حلو قوي. بس شوف كده يا مفيد لحسن جميله وكل حاجه، بس ايه رايك بقى تكلمني شويه عن البعد الفكري المتنمق الطالع من احساس الرجل المصري. مصري ايه؟ مصري ايه يا علا بتتكلمي عنه؟ بقول لك معاناه الرجل الموريشي. علا انا عايزك تتسقي معايا وتنضمي للنخبه المتوازنه ثقافيا وفكريا على مستوى العالم. علا ما تكلمنيش عن المصري خالص. علا انت ايديولوجياتك مش عجباني خالص، مش ماشيه مع ايديولوجياتي انا خالص. علا انا عايزك تهتمي بالمعرض ده وتشوفي هو مهم قد ايه. مهم ايه بقى يا مفيد؟ ما تطلع من دول بقى، احنا هنضحك على بعض يا مفيد. ده شويه شخابيط ولا خبيط على راي نانسي عجرم. شخابيط علا؟ ده في ايه؟ لا انا اللي عايزه اقوله يا مفيد انه يعني طبعا مهم التعبير عن الرجل موريشي. وبتاع امبارح ده كان الجواتيمالي. اسمه مش فاكراهم والله. بس عموما يعني الاهم من كده ان انت لو ركزت معايا، انت بس ركز معايا انا علا، وهتشوف مأساة بنات كتيره قوي في مصر وفي العالم العربي. مدام لو سمحتي. مدام ايه؟ انسه يا سيدي لو سمحت. وانا لو كنت مدام كنت عتبتها. انا مش هتكلم عن هجومك على لوحات برغم ان انا اللي راسمهم، لكن سخريتك من تبني القضايا الانسانيه والعالميه ده اللي مش ممكن اغفره ابدا. يا سلام، وهتعمل ايه؟ خفت انا منك بقى. هتشخبط لي شخبطه تانية ولا هتعمل ايه؟ خفت. وبعدين انا مش لوحدي عشان تبقى عارف. انا معايا مفيد. فين مفيد؟ جاي اهو بيطبخ. يا مفيد يا انسه الاستاذ اللي كان معاكي مشي وكان واخد طلبين من الكافيتيريا وما حاسبش عليهم، بيقول ان هو معهوش فكه، فهتحاسب عليهم ولا ايه؟ اتفضلي. طبعا سهيله وريها بالراحه يا سهيله. انت فين يا مفيد؟ اكشلي انا معيش فكه، فيا ريت تجيبي لي سندوتشين كبده من بره لو سمحتي، لاني فعلا معيش فكه. من عينيا الاتنين. اشكرك. كده يا مفيد، كده تلاقي ضحيه تانية في ثانيه كده وتقوم تقشطها زي ما قشطتني انا وتخلى بيا انا يا مفيد بعد تلكلكوا والحاجات الجامده اللي احنا عشناها مع بعض دي كده. عشنا ايه واخلى بيك ايه؟ انا اصلا ما وعدتكيش. ما وعدتنيش ازاي ما وعدتنيش؟ ما وعدتكيش. لا ماشي، ما وعدتش قوي بس لمحت. دي قفزات ضفدعيه في ارض الواقع مش هتفيدك بحاجه، صدقيني انا ما وعدتكيش. ايوه بس هو وعدني انا بالجواز، والله وعدني. شاديه خد سندوتشاتك اهي. انا اللي قلت ربنا تاب عليا وهتستر وابويا هيرجعني بيتي واتجوز. تضحك عليا انا يا ده انا اللي يدوس على ده اللي بشرح. طب وديني اللي اشرحك يا شاديه. ايه اللي فاتحه على روحي؟ شاديه بالراحه يا حبيبتي. شاديه مفيد. قال يعني ايه يا جماعه شدي حيلك؟ الجمله دي انا والله مش فاهماها. هو فين حيلي؟ حيلي فين؟ واشده ازاي؟ اشده منين؟ وليه كل ما اقابل حد لازم يقول لي الكلمتين دول على اساس انهم مكتوبين على قورتي مثلا؟ هو انا يا جماعه يعني لو شديت حيلي كده، لو شديته ممكن اتجوز؟ وابقى زي العرايس الرخمين دول اللي بيمشوا الكون كله تحت امر جلالتهم، ولو الامر ما تنفذش مزاج سيادتهم يتقلب كده. نفسي والله نفسي، بس ازاي؟
حد بس يقول لي ازاي يا جماعه انا شاطره، انا شاطره وذكيه ولماحه ونبيهه وبفهمها وهي طايره. انا بس مخي اللي مصدي في حته شد الحيل دي. يعني طب حد يقول لي اعمل ايه وانا اعمله على طول. ها، اشد حيلي ازاي؟ اشده ازاي؟ اشده كده ازاي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ يا مين اللي امه ما ربيتوش ده عشان يجي لحد في وقت زي ده؟ ماما ولاد. ايوه اهلا 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 امي حبيبتي. ازيك يا اختي؟ وحشتيني. معلش وانت كمان يا حبيبتي. ماما حبيبتي وحشتيني يا ازيك يا على السلامه. ازيك يا حبيبتي يا ضنايا. خشي يا رشا. ازيكم يا عتاتين؟ خير وازيك؟ وحشتيني ست وحشتيني يا ست. وانت كمان يا بقى. الحمد لله يا اختي. اسم الله عليك يا اختي. لا اله الا الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لولو وحشتيني يا جماعه، مش كنتوا تقولوا ان انتوا هتيجوا تزورونا من كفر الشيخ الساعه 4 الفجر؟ ما كناش سمنا وضايقناكم والله. ولا ضايقتونا ولا حاجه. بكره الجمعه اجازه وكل واحد عشان خاطر رشا بنتي حبيبتي. ليه مالها رشا؟ مالها رشا عيانه ان شاء الله؟ لا قدر الله. مالها رشا؟ بعد الشر عليها، ده عشان فرحها الخميس الجاي. فرح مين الخميس الجاي؟ ايه يا ستي؟ فرح رشا. فرح مين الخميس الجاي؟ انا معرفش. رشا. فرح رشا؟ رشا ازاي؟ رشا ازاي؟ رشا ازاي؟ انت اتخطبتي امتى عشان تتجوزي؟ من 8 اشهر يا حبيبتي اتخطبت، وما رضيناش نقول له، قصدي ما جاتش مناسبه يعني عشان نقول لكم. معقولة يا فايقة؟ معقولة البت تبقى مخطوبة بقالها 8 سنين وخالها اللي هو خالها ما عندوش فكرة؟ 8 سنين ايه؟ دول 8 اشهر يا عبدو، انت لسه نايم ولا ايه؟ وبعدين البت نجمها خفيف، ومراتك بصراحه كده عينيها صفرة وحشه. في حد يقول كده على مرات اخوه؟ ونحن بتبل عليها ولا بتبل عليها؟ في شواهد للكلام ده. هو الصراحة فعلا يا جماعة في الكذا سنة اللي فاتوا دول حصل شوية حوادث كده خفيفة طفيفة، يعني مش مشكلة. أول مرة رشا اتخطبت فرحنا من قلبنا، وعملنا حفلة وعملنا تورتاية وعملنا كل حاجة بقدرة قادر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. الشمع قام مولع في ستارة الصالون، يعني بقدرة قادر. ما تاني مرة وهي نازلة معانا من على السلم كده اتكعبلت حبيبتي واتجبست 3 شهور، يعني مش بقدرة قادر. سبحانك يا رب، مش عارفة ازاي. تالت مرة بقى كانت حتى بلاش تالت مرة. المهم بجد ان ماما دي طيبة. هنا جوه بياض بفتة بيضة. ماما بتحب رشا. ماما لا يمكن تعمل كده في رشا، لا يمكن تعمل كده في رشا. يا ترى هتعمل ايه المرة دي؟ احنا من اصل ما كناش عايزين نيجي ولا نشوف خلقكم. والله يبقى ايه اللي جابكم؟ ايه اللي خلاكم منورينا قوي كده يعني؟ اصل سنوسي خطيبي صمم ان احنا نعمل الفرح هنا في مصر عشان له قرايب كتير عايشين هنا، فقلنا بقى فرصه نيجي نبسط عندكم. ليه يا اختي؟ ليه؟ كان البيت ده لوكانة السعاده ولا ايه؟ بس علا بص يا حبيبتي، لا ده يغيظك، لا يقولوا عليكي غيرانه يا بنت. غيرانه؟ انا غير من رشا؟ انا غير من واحده هتتجوز واحد اسمه سنوسي؟ يلا يا علا، خدي رشا تنام معاكي في اوضتك وخلي بالك منها. دي عروسه. ها؟ ماشي يا ست. يلا عدي. امسكي يا علا. اما انا حاسه ان احنا ايه هنقضي مع بعض ايام مسخره. مسخره فعلا. بقول لك ايه، اعملي في حسابك من بكره هننزل نلف على كعوب رجلنا كده عشان نشتري مليون حاجه
حاجه ناقصاني، ولا انت مش ناويه تيجي معايا؟ لا هاجي معاكي طبعا، هاجي معاكي، والا هطلع انا الشرير اللي في الفيلم قدام الاسره كلها قدامي. حبيبه ماما رقاصه، عمورة بابا رقاصه. ايه ده؟ انت جيتي يا علا؟ انت لسه هنا؟ مش وقت هزار. بقول لك ايه، ما تيجي تستصوري لي صالي لحسن احتمال سنوسي يجي يزورنا النهارده. طب مش تغسليه؟ مين؟ سنوسي؟ لا شعرك مش لازم تغسليه قبل ما تكويه. يا ستي وانت كنت هتصوري لي شعري ولا هتعملي لي فيس وتحسبيس؟ انا هتصور شعري بنفسي، وانت لمي الحاجات دي وعدنك تقربي ناحيه الفستان لحسن يتكسر. اعد ايه؟ عدنك. انا كنت عاوزه اخد رايك في حاجه. نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. مش للدرجه دي يا علا. مش للدرجه دي ازاي؟ دي كارثه، دي مصيبه. شكله مصلفه سويه بس يعدي. يعدي ازاي يا حبيبتي؟ يعدي ازاي؟ ده انت طيبه قوي. يعدي ازاي؟ ده ما يعديش خالص. بقول لك ايه، منظره ده مش طبيعي على فكره. يمكن يعني يكون محتاج كده شوية سمكرة على شوية تصليحات بس يعدي. مفيش حاجة هتنفع. بس أنا مش مسؤولة، أنا مش مسؤولة عن اختيارك. أنا قلت لك كان في 100 واحد غيره، أنت اللي اخترتي ده بالذات. أنت ذوقك أصلا شايط ومعفن كده ورخيص. عندك حق يا علا، أنا كان قدامي 100 واحد غيره، بس خلاص بقى هعمل إيه؟ هو يعني شكله مصلفت قوي، يعني ما ينفعش خالص نهائي. ما ينفعش خالص. ينفع ازاي يا حبيبتي؟ ده خلاص مكانه صندوق الزباله. انت اتعميتي ولا ايه؟ خلاص خلاص. بصي انا مستعده اساعدك، انا هساعدك عشان دي مسؤوليتي في الاخر. احنا لازم ندور بسرعه كده، نتصرف وندور على واحد غيره قبل يوم فرحك ان شاء الله. واحد غيره؟ واحد غيره منين بس؟ انا بقول بقى خلاص هو واحد زي اي واحد بقى والسلام. ازاي يعني؟ بقولك ما ينفعش خالص. ده مكانه عنده مكان واحد، صندوق الزباله. ما ينفعش خالص. انت عايزه يوم فرحك يبقى مسخره؟ عايزاه يبقى مسخره؟ مسخره؟ لا انا من الاول مش مقتنعه بيه، بس مامي منك لله يا مامي، منك اهو اهو. انا اصلا مامي هي اللي صممت عليه، بس انا خلاص انا همحي الموضوع ده من نفوخي خالص. بقول لك ايه رشا، اوعي تقولي لامك ان انا السبب يا رشا. مامي لا ما تخافيش خالص يا علا، انت احسن بنت خال في الدنيا، لا يمكن اخدك ابدا، لا يمكن. انا مبسوطه قوي يا عسوله عشان ساعدتيني اخد القرار ده. حقك يا ماما، حقك يا حبيبتي. بتعملي ايه؟ استبري. الو سنوسي، انا خدت قرار ومش ممكن ابدا ارجع فيه. ها بتقولي له ليه دلوقتي؟ بتقولي لسنوسي ليه على الله العظيم، ده انت متهوره يا بنتي. يا لهوي يا حرام، يا لهوي يا لهوي. البنت دي كانت بتتكلم على ايه بالظبط؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه في ايه؟ مصيبه يا اختي، كارثه سودا يا اختي. جد؟ بنت مش عايزه تجوزي لي يا بنت؟ ها ده انت فرحك بعد بكره يا بنت. مامي من فضلك، انا عندي شخصيه ومسؤوله عن قراراتي. انا مش هتجوز واحد يضحك عليا المجتمع والناس. لا ده مش كلامك، ده حد لعب في مخك وغسل لك دماغك. انا ما حدش يعرف يغسل لي مخي. انت السبب، انت السبب، انت اللي غسلت لها مخها. ما انت سوابق رضع الاجرام من امك. لا ايوه انت بوظتي الجوازه. بقول لك منك ليها بنتي ما عملتش اي حاجه، واللي هتهوب ناحيتها هاكلها. سوء تفاهم. انا ما بوظتش الجوازه، ما بوظتش الجوازه. ايوه يا اختي اتمسكني يا عينيا اتمسكني. اخ منك انت وامك. بس انا بقى الغلطانه، انا اللي طوعت قلبي وقلت افرحكم معايا، لكن دي مامي سات اب بليز، ملوش لزوم خالص الكلام ده دلوقتي. انا خلاص مصممه على قراري ومش هرجع فيه خالص. سيبوني لوحدي بقى، جيبوا لي على عصبي. انت مجنونه، رحتي فين انت المجنونه دي؟ انت بنت علي هنا. ماما
لا 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 جدعه يا بنت امك، جات لك الفكره العبقريه دي ازاي؟ ما جاتش. انا فكرت اولع فيهم، بس دي فكره مش جديده، لكن تبوظي الجوازه دي اللي فكره جديده. انا دلوقتي بس حسيت ان انا خلفت وربيت. اشمعنى؟ انا فخوره بيك يا ليه؟ علا. ايه العبقريه دي؟ ما حصل بوظتش، قطعت الفستان بس ما بوظتش الجوازه. صادقه صادقه يا حبيبه امك، صادقه. قوي قوي. طب ادي كفتايه كمان بلع بيها اهي. اتفضل. مش ممكن، لا ليها حق الصراحه رشا تخلع من الموضوع كله. ايه ده؟ بس دي رشا برضو يا جماعه، ده راجل هو سنوسي بس راجل. استاذ سنوسي، عشان بس اروح واسيبك بقى تستمتع بكل ده. خلاص احنا كده اتفقنا. اتفقنا. انا مش مصدق نفسي. لا انا عايزاك تصدق، وعايزاك بقى تصدق بسرعه. وكتبت لك اهي نمره البيت اهي عشان تتصل وبسرعه. يا طراطير يا طفلات. ايه ده يا رشا؟ ايه ده اتجننتي ولا ايه؟ هي مين دي اللي اتجننت؟ طبعا ما انت جننتيها، اعتبرتك زي اختها. شايفه يا اختي؟ شايفه مامي شطب بليز. هو ايه اللي شطب بليز؟ اخرسي يا بنتي. صح يا مامي. كده يا لولو، انت اللي تعملي كده؟ طبعا لازم اعمل كده، امال لو ما عملتش كده هعمل ايه يا بابا؟ الله في ايه؟ كمان يا اختي مش مكسوفه من نفسك، ده انا هطبق في ضمرتي يا رشا. بس يا جماعه مش كده، فرجتوا علينا الناس. وبعدين الدكتوره لا تشكر انها عملت اللي عملته. طبعا. تذكر ايه؟ تذكر عشان العوده تسحبك مني كده تعيد جاموتها. تسحبني ايه؟ هو انا طور؟ دي كانت جايه هنا عشان نتفق ازاي رجعنا وانت لبعضينا. اتفضلي. طب ايه الورقه اللي كانت بتديها على كتير؟ نمره بيتها عشان اكلمك عليها، عشان عارفه ان انت مش عايزه تردي على نمرتي اللي انت مسجلاها على الموبايل. اهو. وبعدين تعالي هنا، وانت محموقه كده ليه؟ مش انت اللي كنت عايزه تفركشي؟ مش عارفه انا. انت طب ما انا ما كنت تعرف ان انا همسيو قوي كده يا سنوسي. يا سلام يا اختي. يا سلام يا سلام يا لولو، بنت ابوكي فعلا طبعا طالعه متأدبه ومتربيه، مش كده ولا ايه يا فايقه؟ ها؟ عسوله عسوله. اسفه يا بنت اخويا. لا مش كفايه، مش كفايه. اسفك لوحدك. حقك عليا يا ضناي. انتوا واقفين ليه؟ يلا على المأذون، ابوكي زمانه جاي وهيحصلنا على هناك. يلا يا سنوسي. يا استاذ سنوسي، الكفته. طب صباعين تتسلى بيهم في السكه. ما بيحب الكفته، اعمل له ايه؟ تعبت يا بابا. بيغيروا مني يا بابا، زعلوا مني يا بابا. انا بجد تعبان. انا بص لسنوسي برضو. انا قلت كده برضه، معقوله نفسك هتروح لسنوسي؟ معقوله؟ مش عارف ذوقي ولا ايه؟ طبعا عارف ذوقك يا حبيبتي. هو البلاي ستيشن اللي ضيع مننا الوقت. يلا يا سهير، يلا يا علا. يلا يا سهير، يلا يا علا. هنتأخر على الفرح. هنتأخر على الفرح. بس يا تافه. بس يا تافه. ولد. مؤاخذة يا حاج. حاضر يا عبد الصبور، جاي اهو. ايه يا عبدو؟ معقوله البنت هتزاف وخالها مش موجود؟ اعمل ايه في اللي بيتزوقوا بقالهم 3 ساعات دول؟ ليهم مكان معايا في العربيه. خد حازم وروح، البنت لوحدها. والله فكره. يلا يا حازم. يلا حاج بابا عمتو. باي باي يا حبيبي، خلي بالكم منها. طب دي فايقه. ايوه يا حبيبتي، احنا جهزنا اهو، جايين والله خلاص. على اقل من مهلكم. عايزاكم تبقوا حلوين كده وتشرفوني. انا قاعده اهو مستنياكم، اوعوا تتاخروا اكتر من كده. يلا يا ماما، يلا يا ماما، تاخرنا بسرعه. هما راحوا فين؟ مش لاقياه. مش عارفه يمكن افتحي يا ماما بقى. الله يا ماما بقى. عملتيه
فيها يا فايقة. كل ده عشان خاطر فلوسي؟ امال لو كان اسمه دسوقي كانوا عملوا ايه؟